السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مريم، مريض الذئبة وفشل كلوي، وبعمل فيديوهات عن الغسيل الكلوي وعن الفشل الكلوي وعن الذئبة. انا النهارده هنتكلم عن عامل اساسي جدا 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 لمرضى الغسيل الكلى، اللي هو حاجه اسمها الفسفور. الفسفور ده لو زاد عن حده، احنا طبعا عارفين ان الكلى هي المسؤوله عن ان احنا بتاخد، يعني دي حاجة انا ما كنتش معرفة قبل ما اتعب. يعني انا بفتكر ان الكلى اللي هي مية وشرب وبس، لا، دي طلعت ان هي مسؤولة عن نسبة البوتاسيوم في الجسم، نسبة الصوديوم اللي في الجسم، نسبة الفوسفور اللي في الجسم. يعني انت لو كلتي حاجة فيها املاح كتير، الكلى بتاخد احتياج جسمك للصوديوم، وبعدين بتخرجه. البوتاسيوم نفس الكلام، الفوسفور نفس الكلام. احنا هنتكلم على اول حاجه اعراض الفوسفور. طب انا عايزه اعرف ازاي، يعني انا مكنتش اعرف، يعني عايزه اعرف ازاي اعرف ان الفوسفور عندي عالي في الدم. ان الفوسفور عندك عالي في الدم، انت بتهرشي كأنك جربانة. عارفين فيلم قصة الحي الشعبي بكتيريا؟ كانت تقعدي بترشي سكاكين كأنك جربانة بقالك 100 سنة ما استحمتيش. تحسي ان في تنميل، حاجة كأني نمل ماشي في جسمك من جوه. طب اعمل ايه؟ طب علاجي ايه؟ الدنيا ايه؟ كمان ان المكنة الغسيل ما بتسحبش الفوسفور، هي بتسحب البوتاسيوم والصوديوم بس. الفوسفور بتسحبه على فترات طويلة، ممكن تسحب نسبة صغيرة كل جلسة. طب ايه الحاجات؟ انا كنت بتخيل السمك، بس هم كانوا بيحذروني من السمك، ما تاكليش السمك عشان الفوسفور. ايه ده؟ لا، طلع اللبن، طلع الجبن، طلع الزبادي، طلع البيض، طلع اكل كتير قوي 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 بيزود نسبة الفوسفور. طب انا اعمل ايه؟ ما بين، يعني انا كل 200 باخد اي نوع كالسيوم. اي نوع كالسيوم انتي بتاخديه لازم تاخديه مع الاكل، او لقمتين كده وتاخديه عشان المعده. ده بيسحب وبيمتص الفوسفور اللي في الاكل. اشهرهم ماركيل، ده اشهر حاجه تاخديها. في حاجه تانية مش فاكره الاسم، بس غالي، العلبه ب5000 جنيه. ملناش دعوه بيها. ماركيل حاجة حلوة كده، متناول الجميع، ناخدها ونفرح بينا كلنا، والفوسفور هينزل ايه في الدم. هيفرق معانا جدا 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 بحاجات كتير قوي 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 قوي. نخلي بالنا من الاكل، لان نسبة زيادة الفوسفور في الدم وحش جدا، بتأثر على العظم، بتأثر على القلب، وبتأثر على حاجات كتير. زي البوتاسيوم برضو ارتفاعه خطر جدا 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 جدا، بالذات على القلب. فياريت نخلي بالنا من اكلنا وشربنا، وناخد علاجنا في اوقات منتظمه. واللي ما كانش بياخد كالسيوم في وسط الاكل لازم ياخد كالسيوم في وسط الاكل، علشان نسبه الفوسفور عنده ما بتعليش. دمتم سالمين، ونشوفكم فيديو جاي فيه معلومات اكتر. سلام.